عملية ترشيح البيانات Filtering Data عبارة عن عرض مجموعة من السجلات التي تحتوي على قيم معينة بصورة مؤقتة، ويوفر البرنامج نوعين من المرشحات: Filter by Selection و Filter by Form. وفي النوع Filter by Selection يتم استخلاص وترتيب البيانات وفقا للجزء المختار. فإذا أردنا على سبيل المثال عرض جميع السجلات التي تحتوي على الاسم محمد في الحقل First Name، نضغط بمؤشر داخل أي خلية تحتوي على الاسم محمد في الحقل First Name، ثم نضغط على المفتاح Filter by Selection من شريط الأدوات Table Datasheet. فيقوم البرنامج بتصفية البيانات وإظهار جميع الخلايا التي تحتوي على الاسم محمد في الحقل First Name. ولإلغاء عملية ترشيح البيانات نضغط على المفتاح Remove Filter من شريط الأدوات Table Datasheet. فيعود الجدول بالكامل إلى الظهور مرة أخرى. كما يمكننا البرنامج من عمل الترشيح بطريقة عكسية، حيث يمكننا عدم إظهار مجموعة من السجلات التي تحتوي على قيمة معينة داخل الجدول. فإذا أردنا على سبيل المثال إخفاء السجلات الخاصة بعملاء مدينة القاهرة، نضغط بمفتاح الماوس الأيمن داخل أي خلية تحتوي على القيمة كايرو داخل الحقل City، ونختار Filter Excluding Selection من القائمة المختصرة. فيتم عرض جميع السجلات عدا السجلات الخاصة بعملاء مدينة القاهرة. ولإلغاء عملية الترشيح نضغط على المفتاح Remove Filter. كما يمكننا ترشيح البيانات عن طريق إدخال القيمة التي نريد استخدامها في عملية الترشيح، ويفيد هذا الأمر في حالة صعوبة الوصول إلى القيمة التي نريد استخدامها في عملية الترشيح. فلعرض جميع العملاء الموجودين في مدينة القاهرة نضغط بمفتاح الماوس الأيمن داخل أي خلية في الحقل City، ثم نضغط داخل الخانة Filter For من القائمة المختصرة، وندخل القيمة التي نريد استخدامها في عملية الترشيح. فندخل الكلمة كايرو، ثم نضغط على المفتاح Enter. فيتم عرض جميع السجلات الخاصة بعملاء مدينة القاهرة. ولإلغاء عملية الترشيح نضغط بمفتاح الماوس الأيمن داخل أي خلية بالجدول، ثم نختار Remove Filter and Sort من القائمة المختصرة.